ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا جاي اتكلم النهارده عن ملخص الجوله العاشره في الدوري الانجليزي، فيلا بينا نبدا الاول ب الخذلان الاكبر في الدوري، وهي مباراه نيوكاسل ارسنال. انا نفسي افهم بجد، بجد لحد دلوقتي انا نفسي افهم كده ايه اللي حصل. ايه اللي حصل في ارسنال؟ ارسنال بتلعب وحش قوي. ارسنال في ماتش نيوكاسل لعبه ماتش بجد كانت تستحق انها تخسر سكور عن كده كمان. باين ان في مشاكل عند ارتيتا تكتيكيه، باينه قوي ان المشاكل دي. اصابات كتير عندك، اصابات وغيابات، بس برضو باين ان في مشاكل تكتيكيه كتير قوي من ارتيتا. ارتيتا امبارح بان مليون في المية اللي انت محتاج مهاجم. خلاص ما فيهاش، انت محتاج مهاجم. كاي هافرتس مش هينفع يكمل معاك كمهاجم الصريح، سواء هو او جابريال جيسوس اللي انت نزلته الشوط الثاني. وكمان فكره انك بتلاعب ساكا الشوط الثاني تقريبا 30 دقيقه مصاب، دي حاجه وحشه. ساكا مش قادر يقف على رجله، ساكا بيلعب بالاصابه لسه. ساكا ما رجعش من الاصابه، اتصاب مع انجلترا ورجع. والله ساكا لسه مصاب. حتى لو تاخدوا بالكم اخر 20 دقيقه ساكا كان بيزك، ما كانش قادر. والله ساكا كان بيزك. وكمان موضوع انك ما تلعبش بين وايت من الاول. طب ما تلعبش بين وايت من الاول ليه؟ يعني ديكلان رايس متالق في مركز 8، ويروح ويشوط ويعمل عرضيات ويعمل كروسات من هنا. تقوم انت ملعبه 6 وملعب معاه ميكيل مورينو وهافرتز وملاعب توماس بارتي باك رايت. طب ليه بتحاول تلعب في الفرقه، في الثوابت بتاعه الفرقه؟ يعني انت اصلا متدمر، ما تدمرهاش اكتر. فانا من رايي ان ارتيتا لازم يعيد حساباته، ولازم يشتري مهاجم في يناير 100%. لازم 100%. ارسنال محتاجه مهاجم اكتر من اي حاجه تانية، عشان لو فضلت من غير مهاجم انا اقول لكم ان ارسنال مش هتدخل توب فور اصلا بالمنظر ده. واحب اقول ان ايدي هاو عمل ماتش اسطوره. ايدي هاو النهارده عرف يعني ايه ارتيتا، يعني ايه مهاجم. يعني يبقى عندك مهاجم من نص فرصه. الكسندر ايزاك من اول الموسم ما كانش شغال خالص. جه في ماتش قدام تشيلسي جاب جون، جه في ماتش قدام ارسنال قام جايب جون. في الماتشين جونينه كانت سبب فوز. جونه في تشيلسي صعده في كاس الكاراباو، جونه في ارسنال كسبه 3 نقط. فده بيبين لك قد ايه ان المهاجم مهم. مهاجم 9 مهم جدا، مش اي حد ممكن يلعب مهاجم. وكمان ان ليفرمنتو كان عامل جيم حلو قوي على مارتينيلي. للاسف مش عارف، بقى وحش قوي 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 الفتره الاخيره. مارتينيلي بالذات بقى كائن سلبي قوي، بقى مش حلو. فكره انك تنزل زينشينكو الشوط التاني ده اصلا دي كانت فكره عبثيه قوي، عبثيه بجد. يعني تفيد بيه التغييرات وهي مش هتفيد حاجه. انت حرفيا غيرت ولا عملت اي حاجه. الماتش اللي بعديه الضحك التاني، بورنموث وسيتي 2-1. بورنموث ايه يا معلمين؟ ايه الدنيا؟ في ايه فيها جوارديولا؟ فيها يا حبيبي؟ ولو عشان ارسنال خسر فرصه تخسر انت كمان، تشعلل المنافسه، او ليفربول ركب عليك. السيتي ده كده تاني ماتش خساره على التوالي. خسر ماتش توتنهام في الكاس، وخسر دلوقتي قدام بورنموث 2-1. ما تعرفش المشكله فين. المشكله ان هالاند مش شغال. هالاند مش شغال. جاب جون في الشامبيونز ليج وجاب جون بعديه، بس مش شغال. ده مش هالاند. الفرقه كلها عموما بعد اصابه سافينيو هتبقى وحشه، مش هتبقى كويسه. ان سافينيو ده لعيب رائع رائع رائع. وغير كده اصلا السيتي غيابات عندهم اثرت قوي، سواء كايل ووكر، اوسكار، سافينيو، دي بروين، رودري، كتير. فربنا يكون في عون جوارديولا الصراحه، ان هو اصلا تقريبا معاه 13 لعيب بس هم اللي هيدخلوا الماتشات الجايه. فربنا يكون في عون جوارديولا والله. بس برضه انا شايف ان ماتش بورنموث ده مش بقياس، والسيتي كده كده هترجع وهتسافرت الدوري كله عادي كالعاده. الماتش اللي بعديه ارني سلوت وهو بيلقن ارتيتا جوارديولا
درس اللي هو انا مهما كان عندي غيابات ومهما فريدي كانت وحشه انا اعرف اكسب. ليفربول ضد برايتون 2-1 ليفربول. ارني سلوت حرفيا بيلعب باللي معاه. انا معايا شويه معاتيه هعمل منهم فرقه زي كيرتيس جونز، زي سوبوسلاي، زي ساميكس، زي روبرتس. مين دول؟ يعني إيه روبرتس ده بقى له 3 سنين مش شغال اصلا. سيميكس ده المفروض يبقى دكه الدكه. سوبوسلاي السنه دي ما بيلعبش كوره، بيلعب اي لعبه تانية غير الكوره. كيرتيس جونز من اول ما طلع هو اصلا ما بيلعبش كوره. وغير بقى انك عندك يوتا مصاب، وزاد الطين بله بقى ان كوناتي اتصاب في الماتش ده. الاصابه جت بسبب ان فان دايك ما خدش باله وداس عليه كوناتي بايده، فتقريبا ايده اتكسر. لسه مفيش اخبار عن الاصابه، مفيش اي حاجه تقول مده الاصابه قد ايه ولا خطورتها عامله ازاي. بس دلوقتي اللي باين من ليفربول انها بقت رد فعل مش فعل. يعني ما كانتش مش بيلعبوا بالهيفي ميتال فوتبول بتاعت يورجن كلوب، لا ارض سلوت بيلعبهم كوره دايركت، باص في 2 في 3 قدام الجون جون. بس مش هقعد اباصي بقى واقعد اعمل اقعد اباصي وانقل وبوزيشن واعمل مثلثات ومربعات، لا احنا بنلعب كوره صريحه. باص في التاني في التالت جون، وده بان في جون صلاح. جون صلاح جون 100% تحفه، جون جامد قوي. جت صلاح جامد قوي، مع اني من الناس اللي بتحبش محمد صلاح او ليا اراء تختلف عنه شويه، بس مش في الملعب، بره الملعب. نشيل مشاكلنا بره الملعب على جنب ونتكلم معاه في الملعب. يا محمد صلاح خرافي. محمد صلاح جوه الملعب خرافي بجد، من احسن لعيبه الدوري، من احسن لعيب في الدوري اخر 10 سنين. احسن لعيب في الدوري الانجليزي اخر 10 سنين. نيجي بقى الماتش اللي بعديه، للمركز الثالث المفاجاه. نونو ستريتو سانتو، نوتنجهام فورست تكسب ويست هام اللي عامله صفقات اكتر من 150 مليون السنه دي، ولوبوتيجي بياخد على عينه بس 3-0. نوتنجهام بفرقه مش هقول لك افريج، لا ده تحت الافريج، بمدرب جامد قدر دلوقتي ان هو يوصل المركز الثالث ب 19 نقطه، فوقيه سيتي، ليفربول، تحتيه تشيلسي. انت متخيل نوتنجهام فورست في اول 10 جولات هو عامل ايه؟ بجد بجد نونو سانتو انا عمري ما قلت عليه كلمه وخذلني غير في الاتحاد، لكن غير كده عمر نونو سانتو ما خذل اي حد بيثق فيه. الماتش اللي بعديه ساوثهامبتون وايفرتون 1-0 ساوثهامبتون. الماتش اللي بعديه وولفز كريستال بالاس 2-2. نيجي بقى ايه للبوبين، الماتشين بتوع النهارده. توتنهام انجي بوستوكوجلو واستون فيلا. الشوط الاول كان ماشي زي ما استون فيلا عايزه، ماسك الكوره تعمل هجمات زنقه توتنهام ملهاش اي شكل. بوستوكوجلو مش ملوش اي حلول في الشوط الاولاني الا حلول فرديه من سون وكلوزوفسكي ومحاولات بسيطه من سولانكي، الا بعد تحول الشوط الثاني. بوستوكوجلو عرف وناي امري يعني ايه كوره. توتنهام كلها كانت بتقسم النهارده على استون فيلا. اللقطه الوحيده اللي ممكن اقول لك هي لقطه خروج سون عمل الاسيست. طب بيطلع ليه؟ سون ده اصلا المفروض اهم لعيب عندك في الفرقه. لما طلع جبته التاني في التالت في الرابع، بس برضه المفروض انك تكسب ثقه لعيب زي سون. سون ده من اهم لاعب عندك، كابتن الفرقه. فالمفروض لما تلاقي لسه راجع من اصابه، لما تلاقيه بدا ياخد كيرف لفوق المفروض تكمل بيه. كمل بقى، اديله ثقه ما تطلعوش. بس نيجي بقى للماتش اللي بعديه، ماتش تشيلسي ومانشستر يونايتد. اكدب عليكم لو قلت لكم ان النتيجه دي مش مستحقه. اكدب عليكم لو قلت لكم ان احنا كنا نستحق اكتر من كده. لا، تشيلسي عمل ماتش حلو، يونايتد عملت ماتش وحش جدا. بس اخر 3 دقايق يونايتد كانت هتجيب 3 اجوان، بس جرناتشو ما وافقش. جرناتشو النهارده مضيع 3 كور اقسم بالله كانت قادره ان النهارده ان مانشستر يونايتد تبقى 4-1 على الاقل، والله العظيم. شوف بقى تشيلسي ماسكه ملعب ومعلمه فان نيستلروي يعني ايه تمسك ملعب كما يجب ان تكون.
في الاخر انت كنت هتخسر في ثانيه. ليه؟ بسبب غلطات دفاعيه، بسبب فوفانا، ثنائيه فوفانا وكولو، بسبب الحيوان ابو زعافه فوق دماغه كوكوريا لما انت نزلته. يعني الدنيا كانت ماشيه بجوستو وجيمس، لما لقيت الدنيا ماشيه قمت مطلع جوستو ومنزل جيمس يمين، قمت منزل كوكوريا مكان جوستو، بوظت الدنيا. اقسم بالله اول ما كوكوريا نزل احنا دفاعيا منفوخين، ومطلع لافيا ومنزل انزو. لافيا لولا لافيا اصلا، يعني لافيا ده اللي كان لاغي خطوره مانشستر يونايتد عليك كلها، كان لاغي لك برونو فرنانديز ده خالص. هو كايسيدو كان حاطين برونو فرنانديز واوجارتي وكاسيميرو في جيبهم، ما كانوش بيعدوا نص ملعب هما الثلاثه. تقوم انت بقى مريحهم مطلع لهم لافيا ومنزل انزو اللي هو ما عندوش نفس الورك ريت ولا الحده ولا الانترسبشنز ولا الضربه، الحاجات دي بتاعت لافيا، وانت بتعادل وعايز تكسب. وانزو مش اللي هيكسبك. انزو عمل ايه؟ انزو ده بقاله كام مده. لا انزو ده زي الزفت. انزو ده لعيب اوفر ريتد. انزو ده لعيب زي الزفت، مهما قال ومهما جاب ومهما عمل انا عمري ما اقتنع بيه انه لعيب كوره. لعيب فريق ميد تيبل، اخر ميد تيبل والله، مش اكتر من كده. يعني انت اصلا ما تبداش بيه خلاص، ما تنزلوش اصلا، ما تنزلوش اصلا. يعني لافيا وكايسيدو ماشيه وقدامهم بالمر، خليها بقى زي ما هي. لافيا ما تعبش، لافيا اصلا يعني كان مصاب بقاله سيزون، يعني هو السيزون ده بدا يفوق كده مع نفسه، فهو ما لحقش يتعب عشان تطلعه. فتبديله لافيا بانزو دي 100% بالنسبه لي ما كانتش لها 30 لازمه، ما كانتش لها معنى بالنسبه لي. التبديله اللي كانت لها معنى بالنسبه لي ان هو طلع مدوكين ونزل مدرك. ليه؟ عشان نيتو يلعب على مزراوي، وفعلا نيتو لما لعب على مزراوي، نيتو اكل مزراوي النجيله يا جدعان. بيدرو نيتو ده لعيب بجد، وينج من احسن الوينجات في الدوري الانجليزي. وهو دايما بتثبت حاجه، ان الصفقه اللي بتيجي مش عليها هايب هي اللي بتنجح. يعني صفقه بالمر ما كانش عليها هايب، صفقه نيتو ما كانش عليها هايب، معظم الصفقات اللي احنا جبناهم وعليها هايب فشلت. انزو، مدرك، كايسيدو في الاول كانت هتفشل، كوكوريا انا بالنسبه لي صفقه فاشله، روبرت سانشيز صفقه فاشله، ديساسي، بادياشيل، كل الصفقات اللي عليها هايب صفقات فشلت معانا. وفيرنر قبل كده، وهافرتس قبل كده، وروس باركلي قبل كده، كتير بقى هديك بقى من اشعار عن الصفقات اللي كان عليها هايب وفشلت عندنا. باتوا بقى وفرناندو توريس وناس كتير، وكان ساعتها مين تاني، كان في لعيبه كتير قوي جولنا كانوا عليهم هايب وفجاه بلالين، تلاقي بقى بلالين بتفرقع. فده اللي بيقول لك انك تصرف صح احسن من انك بتصرف ملايين وخلاص. يعني بيدرو نيتو وكول بالمر اكتر مثالين خيرا للمثل ده. هما الاثنين مش عارف ده جايب 40 مليون، التاني جايب 45 مليون. هوبا الاثنين، واحد من احسن لعيب في الدوري الانجليزي والتاني من احسن وينجات في الدوري الانجليزي، والاثنين ما كملوش 100 مليون على بعض. تيجي بقى تبص على مدرك اللي جاب 100 مليون لوحده، عمل ايه؟ ما عملش حاجه. مدرك ده لعيب سيء، لعيب ملط. بس نتكلم على بيدرو نيتو عنده كام حاجه حلوه، مش اناني، الولد سريع قوي، رجله الشمال مسطره في الباص. يا جدعان بيدرو نيتو ده اللي اتفرج عليه وهو بيباصي برجله الشمال، لا يا جدعان، ولا مش طبيعي، عليه رجل شمال مسطره في الباص، سريع جدا. فاتمنى ان تبقى دايما بيدرو نيتو يبدا، واي حد بقى معاه شمال سانشو. لكن فكره بقى ان مدويكي عشان انجليزي وكده ابدا بيه، لا مش نافع. بيدرو نيتو على رجله تبقى جوه الملعب احسن من مليون مدويكي دلوقتي. انا ضرر واقول هارد لك للفرقتين، هارد لك لتشيلسي، ومبروك لمانشستر يونايتد نقطه انهم يعني فايقين الفتره دي. بس ما اعتقد ان الدنيا هتتغير لما يجي مدرب الجديد اميرينو. بس كده يا شباب، كده تبقى الحلقه، كده خلصت حلقه ملخص الجوله العاشره من الدوري الانجليزي. ان شاء الله الحلقه تكون عجبتكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. السلام عليكم.